ما تيجوا يا بنات نحط العسل الاسود على الفراخ. طب انتوا متخيلين الطعم هيبقى عامل ازاي؟ طب انتوا متخيلين الشكل الروعة دوت طلع من ايه؟ التتبيلة بتاعتنا كانت تحفة. اول حاجة هنا معانا الفرخة 2 كيلو. عايزة تعملي فرخة اكبر اقل دي حرية شخصية. اهم حاجة عندي تكون الفرخة متنضفة كويس جدا. همسك كده الفرخة هقطعها من الظهر. حابة بقى تسيب الفرخة بعد ما تقطعيها من الظهر كده تكسري كده عظمها شوية وتسيبيها سليمة وتحطيها بالطريقة دي كده على الشبكة، مفيش مشكلة. بس انا بالنسبة لي حبيت ان انا اقطعها بالنص افضل. قلت عشان هي كبيرة عشان اضمن بس نتيجة السوا. وبعد كده همسك الفرخة بتاعتي هديها تشرحات زي ما انتم شايفين كده بالظبط، علشان خاطر اضمن ان التتبيلة بتاعتي تخش في كل حتة في الفرخة. بعد ما قطعتها بالطريقة ديت هجيب كده طبق واروح حطها فيها على جنب، ونبتدي بقى نعمل التتبيلة الجبارة. حطينا هنا بصلاية ومعاهم 2 قطع من الطماطم. مش عايزين يتضربوا في الخلاط، هنحط عليهم حوالي 3-4 معالق من الخل علشان بس الخلاط يمشي معانا. هنزل بقى كده فيهم بقلب البولة علشان خاطر نبتدي بقى ان احنا نبهر. البهارات بتاعتنا عبارة عن ملح وكمون وفلفل اسود وبابريكا وبهارات فراخ. وكمان هننزل بقى بمعلقة العسل الاسود الحلوة دي، ادت اللون والطعم في حتة تانية خالص. هننزل كمان بمعلقتين من صويا الصوص. انا هنا صويا الصوص بتاعي كان خفيف شوية واللون بتاعه ما كانش اللون القوي كده الحلو. هشيل منهم بقى كده حوالي 3 معالق هركنهم على جنب. وهنزل هنا بحوالي 3 معالق من الزيت. وهبتدي كمان اللي ندي تقليبة. هنا العدس الاسود بديل من السكر. هنبتدي بقى نلبس الجوانتي كده بتاعنا علشان خاطر نمسك الفراخ بتاعتنا ونبتدي بقى ان احنا ندعك نص نص لغاية لما نضمن ان كل حتة في التتبيلة ديت دخلت في قلب الفرخة، وتحت الجلد بقى وفوق الجلد وتحت الحزام وفوق الحزام. بصي شبعيها في التتبيلة وقعديها بقى في التتبيلة دي حوالي 2 ساعة. وبعد كده ابتدي بقى اشتغلي فيها. طيب لو انا بقى حابة اني انا اسويها في الفرن، مش عايزة احطها على الصينية، هعمل ايه؟ اهم حاجة بس الاول تسيبها في التتبيلة 2 ساعة. وتعالي بقى بعد 2 ساعة هقولك نعمل ايه. هتجيبي صينية عادية خالص وشبكة من بتاعة الفرن الميكروويف او الفرن اللي هو الكهرباء العادي. هتحطي مية سخنة او مية ساقعة مش هتفرق كتير. تملي كده حوالي نص الصينية، وهتحطي فيها ورق لوري وشوية كده من المعطرات كده البهارات العطرية كده، يعني شوية بقى بهارات كده ظبطي روزماري، شوية فلفل اسود، ظبطي يعني المية دي في الاخر هتطلع معايا شوربة. هنمسك نص نص ونبتدي ان احنا نحطهم كده جنب بعضيهم، بس بحاول ان انت تبعديهم عن بعضهم شوية عشان خاطر تضمني السوا بتاعتهم. يعني خليهم كده متخاصمين، يعني مش متصالحين. هنيجي كده بقى ناخد شوية من التتبيلة الحلوة دي وهنحطها على الفراخ بتاعتنا من فوق. قلنا عايزين نشبع الفراخ، وكل ما تسيبيها في التتبيلة على فكرة هتديكي النتيجة هايلة جدا وطعم يكون حلو قوي واللون هيطلع معاكي خرافة. طبعا في المرحلة دي احنا مشغلين الفرن بتاعنا وهنديها لفة حلوة كده وكده خلاص فراخنا استوت. شايفين طالعه اللون تحفه يا بنات وخرافه. العسل الاسود مع صويا الصوص وداها في حته تانية خالص، وقلبها كده ابيض وكانت تحفه. هتقدميها بقى جنب رز بسمتي، مكرونه، شويه بطاطس، انت حريه شخصيه. اللي لسه بقى ما تابعنيش يعمل لي متابعه، واللي عجبته الفكره بتاعتي وعجبته شكل الفراخ ما ينساش بقى يحط لي لايك حلو كده وكومنت حلو زيكم. ومن الفيديو ده للفيديو الجاي هسيبكم